من البقاع كلنا يصدق علينا قوله صلى الله عليه وسلم: خطاء فما من عبد إلا وله ذنوب، السعيد من ستره الله عز وجل بذنبه. أنا وأنتم كل منا له ذنوب سترها الله تعالى عن أعين العباد، نسأله كما سترها في الدنيا أن يتفضل بسترها في الآخرة وأن يغفرها لنا جميعا. كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. أنا وأنتم من الشق الأول من الناس لا محالة خطاؤون، ولكن السعيد منا من حرص أن يكون من زمرة الذين يتوبون إلى الله، الذين كلما وقعوا في معصية كبيرة أو صغيرة، وهي معاصٍ لا يسلم منها إنسان، كلما ارتكبوا المعصية بادروا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من بادر بالتوبة من ذنوبه وبادر بالإقلاع عن ذنبه وندم وتحسر على ما فرط، فإنه يدخل في جملة الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا صاحب الذنب، يا من أذنبت ثم تبت، ثم أذنبت ثم تبت، وكلما أذنبت تبت إلى الله، اعلم أن الله يحب فيك هذه الصفة، وأسأله جل في علاه أن أكون وإياكم من زمرة الذين يحبهم لا إله إلا هو. إخواني الكرام، محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ثبت عنه في صحيح الإمام البخاري أنه كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. وثبت عند الإمام مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهو من؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا أهل المعاصي، اسمعوا يا من غلبتنا وإياكم النفوس والشهوات، اسمعوا إلى نداء الرحمن ينادي كل من غلبته نفسه وعصى الله عز وجل وتمادى في ذنبه. اسمع هذا النداء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قال يا عبادي الذين أذنبوا، لا، وإنما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هل قال توبوا إلى الله؟ لا، وإنما قال لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله ما من ذنب كبير أو صغير إلا وهو مغفور عند الرحمن سبحانه إذا تاب صاحبه منه توبة نصوحا صادقا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده التوابين المقبلين عليه سبحانه المرحومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نستمع أيها الأحبة الكرام إلى هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله الشريكة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لازلنا معكم أيها الأحبة الكرام في هذا النقل المباشر لشعائر صلاة القيام من مسجد زبن يوسف الزبن من دولة الكويت لهذه الليلة المباركة.
ليلة 29 من شهر رمضان المبارك. لحظات أيها الأحبة الكرام، ثم يؤدي المصلون الركعة 5 والسادسة خلف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي كناكري ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. إلهي، أغلقت الأبواب إلا بابك، وبابك مفتوح للسائلين. غارت النجوم ونامت العيون، وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إلهي، فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، وأنت حبيب المتهجدين وأنيس المستوحشين. إلهي، إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ، وإن قطعتني عن خدمتك فخدمة من أرتجي. إلهي، إن عذبتني فإني مستحق العذاب والنقم، وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم. لك أخلص العارفون، وبفضلك نجا الصالحون، وبرحمتك أناب المقصرون. يا جميل العفو، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لحظات أيها الأحبة الكرام، ويؤدي المصلون الركعة 5 والسادسة خلف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي كناكري. سووا صفوفكم وتراصوا. سووا صفوفكم وتراصوا، اعتدلوا ولا تختلفوا، أكملوا الصفوف وسدوا الفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان أدى المصلون الركعة 5 والسادسة خلف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي كناكري لهذه الليلة المباركة، ليلة 29 من شهر رمضان المبارك. نقلناها لكم حية على الهواء ضمن شعائر صلاة القيام من رحاب مسجد زبن يوسف الزبن من دولة الكويت. الوقت أيها الأحبة الكرام هو اللحظات التي يعيشها المرء ويمكث على ظهر الأرض، والوقت هو الحياة وهو أغلى من الذهب. الوقت سرعة في انقضائه، فهو يمر مر السحاب ويجري جري الرياح. ليس بالإمكان استعادة الوقت، وبالتالي لا يمكن تعويضه. والأيام 5: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. قال الله سبحانه وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقال جل ذكره: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أيها الحبيب، يا من غبت عن هذه الصلوات وضيعت الأوقات، أسفا لمن ضيع الأوقات وقد عرفها وسلك بنفسه طريق الهوى فأتلفها. أنس بالدنيا فكأنه خلق لها، وأمله لا ينتهي وأجله قد انتهى. سلمت إليه بضائع العمر فلعب بها، لقد ركن إلى ركن ما لبث أن وهى. عجبا لعين أمست بالليل هاجعة ونسيت أهوال يوم الواقعة، ولأذن تقرعها المواعظ فتضحي لها سامعة، ثم تعود الزواجر عندها ضائعة. لحظات أيها الأحبة، ويؤدي المصلون
الركعة 7 و8 خلف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الهادي كناكري. نسأل الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وألهمنا شكر نعمائك وحفنا والمسلمين جميعا بألطافك الخفية ونجنا من كل بلاء وبلية. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين والمجاهدين في سبيلك وإعلاء كلمتك. اللهم أنزل عليهم نصرا من عندك وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لخير ما تحبه وترضاه من القول والعمل. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم وثبتهم على دينك القويم. اللهم احفظ على هذا البلد وأهله ومن فيه، احفظ عليهم الأمن والإيمان والإسلام. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وطاعاتنا، واجعلنا من عتقائك من النار، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت